كيف لا يذكر الله الجزائر؟ كيف لا يذكرها وهي التي منها كان نوح وأبناء نوح وجميع الأنبياء والمرسلين كانوا من أصل جزائري، لأن إبراهيم كان من هاران وهران. إذن كيف تكون الجزائر لا تذكر في؟ هل هناك شعب آخر آمن بالمسيحية واليهودية والإسلام على الأرض غير شمال أفريقيا؟ لا يوجد أي أمة. فنحن البربر هم الأبرار الذين اصطفاهم الله في القرآن والتوراة والإنجيل، فما بالك إذا كانت الجزائر البلد الذي أكرمه الله بأنبياء ومرسلين وأعاده الله في كتابه بالنصر وميراث كل الأرض، وجعل شعبه شعب الأبرار الذين فضلهم على العالمين من أبناء نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وداود وسليمان عليهم وآلهم الصلاة والسلام، علما أن رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام كان نجارا في جيجل، ولاية جيجل كلكم تعرفون مدينة جيجل التي تحمل اسم الجيجل الجليل الأعلى حتى الآن، أي الخليج الأعلى، والذي يقابله الخليج الأسفل خليج جابس، وأن مريم المجدلية من مدينة مجدل الجزائرية، وهي رفيقة رسول الله عيسى عليه وأمه الصلاة والسلام، والتي أخرج منها الجن، وقبرها الآن موجود في فرنسا. فلو كانت فلسطينية كما كذبوا عليكم فكيف طارت من فلسطين إلى فرنسا؟ كما أن رسول الله صالح عليه وآله الصلاة والسلام جزائري من عين صالح، وهي العين التي ابتلى الله بها أهل ثمود. ثمود نقول لهم الآن، ولهم مدينة لحد الآن تسمى ثمود. كما أن إبراهيم عليه وآله الصلاة والسلام عاش في وهران، في تاريخ إبراهيم الخليل هران، وإن وادي الرها هو وادي الرحاء في وهران، وقد أشعل له النمرود البربري، يقول لكم أنه عراقي، إنه في التوراة من أصل كوشي، يعني سوداني من السود، وأشعل له النمرود البربري نارا في آزرو المغربية، لكن الله أخمد تلك النار. جاء في سفر إشعياء النبي 41: أنصتي إلي أيتها الجزائر ولتجدد القبائل قوة. أين تعرف القبائل؟ القبائل تعرف بالجزائر. عندما نقول القبائل لا نقول إلا القبائل البربرية في الجزائر.